كانت الأهرامات مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية. ده كلام العالم الكبير نيكولا تسلا، حيث كان تسلا يؤمن أن الهرم مصنع طاقة عملاق يلتقط ويضخم طاقة الأرض ويحولها إلى طاقة كهرومغناطيسية، وأن الهرم الأكبر مفتاح لطاقة لاسلكية غير محدود. فبدأ تسلا يبني تجارب هرمية، وبنى بورد وورتكليف لنقل الطاقة الكهربائية عبر الأرض والهواء، وبالفعل نجحت تجاربه في إضاءة مصابيح كهربائية عن بعد. ولكن للأسف تجاربه لم تكتمل، لأن طبعا المستثمرين ما عجبهمش فكرة توزيع الكهرباء مجانا، ومات في ظروف غامضة. ما احنا طبعا عارفين كل العلماء بيموتوا في ظروف غامضة. ورغم فشل مشروع تسلا، إلا أنه ظل مصدر إلهام لتقنيات الشحن اللاسلكي في العصر الحديث، اللي هو أصلا فكرة مصرية، لأن المصريين نجحوا في توليد الكهرباء من هذه الهياكل الهرمية وهي الأهرامات، بدليل وجود رسومات على معبد دندرة لمصباح كهربائي ضخم تخرج منه أسلاك كهربائية موصلة ببطاريات. ده دليل إن هم توصلوا للكهرباء. الدليل الثاني عدم وجود غبار داخل المعابد والمقابر أثناء كتاباتهم التي تملأ الآلاف من الكتب، رغم أن المعابد من الداخل مظلمة. ده دليل إن هم استخدموا نوع من الإضاءة غير مسبب للغبار، ألا وهو الكهرباء. طب كيف كان يتم توليد الكهرباء من الأهرامات؟ كان يتم توليد الكهرباء عن طريق اندفاع مياه نهر النيل داخل ممرات وحجرات الملك إلى الهرم، فينتج عنها توليد طاقة كهربائية. وهناك عدة أدلة على أن الأهرامات مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي أن نهر النيل قديما كان مجاورا للأهرامات، كما أن ممرات الهرم طويلة وضيقة بطريقة لا تسمح بمرور البشر، فهي ليست ممرات جنائزية لتشييع جثمان الملك، بل هي لجريان المياه واندفاع التيارات، كانت أشبه بالمواسير. كما أن غرفة الملك بجدرانها وأسقفها تقف وقوفا حرا داخل الهرم، أي أنها ليست متصلة بجسم الهرم. كما أن الغرفة السفلية لغرفة الملك أشبه بمضخة مائية عملاقة، بدليل وجود تآكلات مائية في هذه الغرفة، دليل على وجود المياه بها. كما عثروا على أقطاب نحاسية في الممرات الجانبية لغرفة الملكة، دليل على حدوث تفاعل كيميائي في هذه الغرفة يؤدي إلى حدوث هذه الترددات. كما وجدوا أيضا ترسبات أملاح في غرفة الملكة شبيهة بتلك الموجودة في مفاعل التحليل الكهربائي. إذن الأهرامات لم تكن مقابر، وإنما كانت مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية.